بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات يا جماعة كان معانا زيت توتال 900 الفورتي، اللي هو مكتوب عليه ان هو زيت تخليقي. احنا حطيناه وماشيين عليه بالظبط زي ما قدامكم في العداد، 835 يعني 836 كيلو. بعد كده حبينا ان احنا نفضيه ونبص عليه عشان ده زيت اول مرة نستخدمه. بنحل زي ما انتم شايفين بلقمة 17 والدراع، ونحل الطبة بالراحة وعلى مهلنا مفيش مشكلة. دايما بالراحة على الطبة يا جماعة. ونفضي الزيت في ازازة شفافة عشان يبقى باين معانا. احنا بصينا لقينا الزيت مش محروق، وفي نفس الوقت يعني مش هيمشي اكتر من كده. ده خلاص ما عادش فيه يعني لزوجة. هو ده اخره 835 كيلو، 850، 900 كيلو. وبرضه هو مش نازل ناقص يعني مش محروق، ما نقص منه حاجة ويمشي شوية كمان. بس يعني الأضمن، وعشان احنا الموتور اللي معانا ده موتور سليم وناعم، فاحنا عايزين نحافظ عليه، فمش هنرجع بقى الزيت ده تاني. وخلاص كده نحط واحد جديد، نربط الطبة، منعزمش عليها جامد، هما شدتين تلاتة، وهي في الغالب بتبقى ماسكة نفسها. صعب ان الطبة تحل لوحدها يعني. نمسح مكان المقاس. أهم حاجة الشغل يبقى نضيف يا جدعان. ونفضي زيت جديد. فالناس اللي سألت أو اللي شافت المنتج ده على أمازون وحابين يعرفوا هل هو زيت كويس ولا لأ، هو زيت كويس لزوجته كويسة، بس مش تخليقي بالكامل، مش بديل ال700. هو آخره ما يتعداش ال1000 كيلو، ويستحسن ما تعديش ال800 كمان لو معاك مكنة سليمة يعني. إنما زيت تمام على سعره وعلى زوجته، وكان شغال معنا كويس وغيرت نعمة ومفيش فيه مشاكل. وانا هنصفر العداد دلوقتي واسمع صوت الموتوسيكل. زي ما احنا سامعين يا جماعة، الموتور صوته ناعم جدا، والزيت ده على قد تمنه مش وحش يعني، شغال. انا كنت جايبه ب135 جنيه، كان نازل عليه عرض، وحبيت ان انا اجربه وانقل لكم التجربة. واي حاجة حابين نجربها اكتبها لي في التعليقات. وشكرا، سلام عليكم.